بسم الله الرحمن الرحيم أبطال الصف السادس الابتدائي أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم مستر محمود السيد مدرس اللغة الإنجليزية. إن شاء الله النهاردة هنعمل لكم مراجعة كويسة جدا جدا جدا. هتلم لكم المنهج كلها والأسئلة ديت هتكون من أسئلة كتاب التقييمات والكتاب المدرسي. دي مذكرة مراجعة ليلة الامتحان مستر محرم. نشكره يعني اللي هو عملها لينا مذكرة جميلة جدا. هنحل بقى من دلوقتي يا شباب، ركزوا عشان الأسئلة ديت إن شاء الله مش هيخرج منها أي سؤال في الامتحان عندك، ماشي؟ فتعالَ بقى نحل كده مع بعض يالّا. أول سؤال بيقول لك إيه، we not souvenirs from خان الخليلي. بُص يا شباب، أول ما أشوف كلمة souvenir يبقى الإجابة buy على طول، buy souvenir. أول ما أشوف buy يبقى الإجابة souvenir، ماشي؟ يبقى إحنا أول حاجة عندنا كده buy souvenir. شُفت souvenir يبقى الإجابة buy، شُفت buy يبقى الإجابة إيه، souvenir، ماشي؟ السؤال التاني tourists come to Egypt to إيه، the ancient site. السياح بييجوا لمصر علشان إيه بقى؟ يزوروا الأماكن التاريخية، يزور يعني إيه؟ visit. السؤال رقم 3 بيقول لك إيه carpenters furniture not furniture in دمياط. فبيقول لك هنا إيه؟ هنختار إيه؟ عايز أقول لك إن النجارين بيعملوا الأساس فين؟ في دمياط. فيعمل الأساس يعني إيه؟ make furniture أو بيصنعوا الأساس. يبقى أول ما أشوف كلمة furniture يبقى الإجابة make. ماشي يا شباب؟ ماشي. السؤال اللي بعده السؤال رقم 4 بيقول لك إيه they spend a great day أسوان. ركزوا يا شباب في السؤال ده. عايز أقول لك اللي هم قضوا يوم جميل في أسوان يبقى إيه in أسوان. تمام. السؤال رقم 5 بيقول لك إيه، بيقول لك إيه his family learns many things about the Egyptian إيه بقى، يبقى عايز أقول اللي هم اتعلموا الأشياء كتير عن المتحف المصري. يبقى الإجابة museum، يبقى الإجابة museum المتحف المصري. السؤال رقم 6 بيقول لك إيه I can climb the high إيه، أنا أقدر أتسلق إيه، أتسلق النهر؟ لأ يا مستر. أتسلق الطريق؟ لأ. يبقى أتسلق إيه بقى؟ الماونتين، أتسلق الجبل. السؤال رقم 7 بيقول لك إيه I like to photo with my phone. ركز بقى هنا. أنا بقى إيه عايز أقول لك إن أنا باحب ألتقط أو آخد صور بالتليفون بتاعي. يبقى I like to take photo. تمام. السؤال رقم 8 let's not the rubbish out. عايز أقول لك دعنا ناخد الزبالة ونرميها برّه. يبقى السؤال رقم 8 هتبقى الإجابة إيه take the rubbish. take the إيه take the rubbish، ماشي. نخش على السؤال رقم 9 I not out the weeds from the garden every morning. عايز أقول لك اللي أنا باشِد أو أنا باسحب الحشائش من الgarden every morning كل صباح. فتبقى الإجابة إيه I pull out. I pull out. I pull out. السؤال رقم 10 We help my grandpa not for the plants in his garden. فعايز أقول لك اللي إحنا بنساعد جدي اللي إحنا نعتني بالنباتات اللي في الحديقة. فاللي بييجي معاها care for يعني معناها يعتني. السؤال رقم 11 بيقول لك إيه every morning كل صباح I for insects on the plants. عايز أقول لك إن إحنا كل صباح بنعمل أو بنبحث عن الحشرات. يبحث عن يعني look for معناها إيه؟ يبحث عن. السؤال رقم 12 grandpa not care of his plants every day. عايز أقول لك إن جدي ماله يا مستر بيعتني. يبقى take care of. السؤال رقم 13 what is hibiscus used in the family. يبقى الإجابة إيه used إيه used بيجي معاها إيه for. السؤال رقم 14 when it is hot people drink water and rest in the إيه الناس لما يكون الجو حر الناس بتشرب مية وبتستريح تحت إيه بقى تحت الظل اللي هو إيه shade. السؤال رقم 15 بيقول لك إيه I like looking at the high not in the sea.
باحب أتفرّج على إيه بقى الhigh إيه اللي في البحر، يبقى الhigh waves الأمواج العالية، تمام يا شباب؟ هنا ما ينفعش أقول mountain ليه؟ علشان بيقول لك في البحر، ما ينفعش أقول stars عشان الstars دي موجودة فين؟ في الspace اللي هي الفضاء، وما ينفعش أقول clouds عشان الclouds دي موجودة فين؟ في الsky السما، تمام؟ بُص السؤال بقى اللي بعده بيقول لك إيه it is windy and the sky is full of dark الجو النهارده فيه رياح والسما مليانة عايز أقول بقى إيه بالسحب المظلمة فتبقى سحب يعني إيه clouds. السؤال رقم 17 بيقول لك إيه in السؤال رقم 17 بيقول لك إيه in not weather people should drink a lot of water في أنهي طقس الناس يجب اللي هي تشرب مَيّة كتير في الطقس إيه بقى؟ أكيد في الطقس الحار اللي هو إيه hot weather. السؤال رقم 18 The streets are not because it is raining heavily. عايز أقول لك بقى إن الشوارع بتكون مبلولة عشان الجو إيه مطرة تقيلة فتبقى الإجابة إيه wet wet تمام. السؤال رقم 19 we wear hats to not ourselves from the sun. إحنا بنلبس القبعات ليه؟ علشان نحمي نفسنا من الشمس. يحمي يعني protect. ركز يا شباب. السؤال رقم 20 بيقول لك إيه some people like to check the نقط to know it is hot or cold. بعض الناس بيحبوا يفحصوا إيه أو يعني إيه بيحب يعرفوا إيه علشان يعرفوا النهاردة الجو هيبقى إيه حر ولا ساقعة فيحب يستكشفوا إيه بقى بيحب يستكشفوا الويذر اللي هو الطقس. السؤال رقم 21 بيقول لك not bring food or packages to place. مين اللي بيجيب لك الأكل؟ طبعا أنت لما تكون مثلا قاعد في بيتكو وجعان والجو ساقع فبتطلب إيه؟ بتطلب delivery يبقى مين اللي بيجيب لك الأكل بقى؟ الdelivery person. السؤال رقم 22 water resource make sure people get clean water. مين بقى اللي بيتأكد إن المية اللي أنت بتشربها بتكون يعني حلوة؟ أكيد المهندس engineer اللي هم إيه؟ مهندسين الموارد المائية. السؤال رقم 23 بيقول لك إيه؟ بيقول لك mechanics fix الناس اللي هم شغالين في العربيات أو اللي هم الميكانيكيين يعني بيصلحوا إيه؟ بيصلحوا الvehicles اللي هي الشاحنات. طبعًا مش بيصلحوا الكمبيوترات، مش بيصلحوا التلفزيونات، مش بيصلحوا الشنط، عشان قال لك إيه هو ميكانيكي. السؤال رقم 24 the traffic officer help people the road. ضابط المرور ده بيساعد الناس اللي هي إيه تعبر الطريق اللي هي إيه cross the road. السؤال رقم 25 بيقول لك not help patients in emergency. مين اللي بيساعد الناس المريضة في الطوارئ؟ أكيد مين الباراميديك. السؤال رقم 26 I went to the نقط to send a letter. أنا هروح فين؟ يعني عشان أرسل لحد خطاب فأنا أروح فين؟ اللي هو المكتب البريد اللي هو إيه post office. السؤال رقم 27 my favorite نقط is football. هنا قال لك عايز أقول هوايتي المفضلة في إيه؟ هي الكورة. أكيد هوايتي المفضلة في الرياضة هي الكورة اللي هي sport. السؤال رقم 28 بيقول لك إيه؟ نقط are you doing now آدم. أنت بتعمل عايز أقول له أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ يبقى what are you doing now؟ what are your what are you doing مش your. هنا في غلطة في حرف. السؤال رقم 29 بيقول لك إيه we use colored نقط to make beautiful jewelry. عايز أقول لك بقى إن إحنا بنستخدم الأحجار الملونة علشان نعمل إيه صور جميلة فتبقى مجوهرات جميلة فتبقى الإجابة إيه؟ تبقى الإجابة أحجار يعني إيه stones. السؤال رقم 30 بيقول لك إيه linen is made from. الكتان ده مصنوع من إيه؟ أكيد طبعا من نبات الكتان اللي هو إيه flax. السؤال رقم 31 to نقط means to make something look nice or beautiful. اللي انت هنا بتعمل ايه بقى بتزين الحاجة بقى عشان تخليها جميلة وشكلها يكون رائع فتبقى الإجابة ايه decorate. السؤال رقم 32 بيقول لك ايه Egypt has many valuable things
نقط the ground. عايز أقول لك مصر عندها العديد من الأشياء القيمة إيه بقى في الأرض ولا تحت الأرض؟ تحت الأرض. تحت الأرض يعني إيه؟ under the ground. السؤال رقم 33 بيقول لك إيه we must not the earth from pollution. فإحنا عايز أقول لك اللي إحنا يجب علينا اللي إحنا إيه نحافظ على كوكب الأرض من التلوث. يحافظ يعني أو يحمي protect. السؤال رقم 34 بيقول لك إيه the ancient Egyptian used نقط to write on. المصريين القدماء كانوا بيستخدموا الإيه علشان يكتبوا عليه كانوا بيستخدموا ورق البردي. السؤال رقم 35 بيقول لك إيه don't not water when you brush your teeth. عايز أقول لك ما تضيعش المية وأنت بتغسل سنانك فتبقى الإجابة إيه waste. ما تهدرش المياه. السؤال رقم 36 do not is to continue to excite for a long time. بيقول لك اللي انت تستمر في ايه تستمر في ايه اللي انت ايه بدنك موجود لفترة طويلة فانت اكيد تستمر في البقاء survive to survive. السؤال رقم 37 gases from cars and buses can the air. الغاز اللي بيطلع من العربيات والاتوبيسات ده بيعمل ايه في الهواء اكيد بيلوثه اللي هو ايه pollute. السؤال رقم 38 tourists like to come to Egypt to know the ancient site. السياح بيحب يجوا مصر علشان ايه السؤال ده متكرر ان هم يزوروا الاماكن القديمة اللي هي ايه visit. we must ايه our planet from pollution. المفروض نعمل ايه للكوكب بتاعنا علشان من التلوث. يبقى عشان ايه المفروض نعمل ايه المفروض يجب علينا اللي احنا نحميه protect. You must have a note to enter a different country. لازم يكون معاك ايه علشان تروح بلد مختلفة أكيد طبعا باسبورت. السؤال رقم 41 go to the note when you don't know where to go. هتروح فين لما انت تكون انت مش عارف تروح ايه فالمفروض تروح تسأل ايه بقى information desk اللي هو مكتب ايه الاستعلامات. ماشي يا شباب. السؤال رقم 42 the tourist found the hotel to a room. طبعا السائح بيتصل على مثلا الاوتيل علشان ايه يحجز يعني ايه to book a room. book يا شباب برضو معناه يحجز او كتاب برضو. ماشي. بس على فكرة عشان تعرفوا ان هي كتاب ولا لأ لازم يكون قبلها حرف لازم يكون قبلها عشان تبقى book اللي هي الكتاب. أما book من غير تبقى كده يحجز. السؤال رقم 43 to not the plane you should have a ticket. علشان تركب الطيارة يبقى ايه to fly هنا معناه عشان تركب. السؤال رقم 44 البين بان is one of the world's largest solar parks اللي هي الحدائق من أكبر. هو يعتبر من أكبر الحدائق الشمسية في العالم. solar energy come from the ايه الطاقة الشمسية بتيجي منين؟ أكيد من الشمس sun. السؤال رقم 46 بيقول لك ايه great project created thousands of. بيعمل بقى ايه thousand of ايه لما انت تكون عندك مشروع كويس بيعمل thousand of jobs من المشاريع أو الوظائف. السؤال رقم 47 using solar energy is good because it doesn't create. طبعا السولار انرجي اللي هي الطاقة الشمسية ديت مش بتلوث مش بتسبب ايه مش بتسبب تلوث. كده احنا خلصنا 47 سؤال على يعني أهم الأسئلة يعني على الكلمات عندك. تعال نخش بقى على ايه على الجرامر. أول حاجة عندنا قاعدة اسمها المضارع البسيط اللي هي present simple. أفكرك بقى سريعا كده ال present simple كانت بتتكون من I we و you they والفعل فين في المصدر بدون أي إضافة. أما مع he و she و it كنت بضيف للفعل في الآخر حرف الاس أو الاي اس أو الاي اي اس. تمام. وكنت بنفي مع I we و you they بحاجة اسمها don't. أما مع he و she و it كنت بنفي بحاجة اسمها doesn't. تمام. و don't و doesn't بيجي بعدهم الفعل فين يا شباب بيجي بعدهم الفعل في المصدر. ماشي يا مستر. طبعا في كلمات بتدل على المضارع البسيط زي مثلا every day
أو every week. كلمة every عمومًا يعني إيه، بتدل على المضارع البسيط، ماشي؟ والمضارع البسيط برضه يا شباب بيعبّر عن الحقائق. تعالَ بقى نحل كده يالّا. أول سؤال بيقول لك أحمد to school every day. مستر every day كلمة من الكلمات اللي بتدل على المضارع البسيط، وأحمد هنا مفرد فهنضيف له حرف إيه في الآخر؟ هنضيف له حرف الS فتبقى الإجابة walks. 49 أسماء us every week. برضه يا مستر كلمة every كلمة بتدل على المضارع البسيط، وأسماء هنا مفرد، وأنت قُلت يا مستر المفرد بنضيف له في الآخر حرف إيه؟ حرف الS في المضارع البسيط. السؤال رقم 50 the moon round the earth. عايز أقول لك إن القمر بيلف حوالين إيه؟ حوالين الأرض، فتبقى الإجابة هنا ده حقيقة والّا مش حقيقة؟ حقيقة، والقمر هنا مفرد فتبقى الإجابة goes. السؤال رقم 51 سما often. هنا ظروف التكرار يا شباب بتدل على المضارع برضه البسيط. هنا often هنا سما مفرد، والمفرد بنضيف له في الآخر حرف إيه يا شباب؟ حرف الS فتبقى does. السؤال رقم 52 I sometimes نفس الحوار، بس هنا I مع I we you زي بيبقى إيه الفعل في المصدر بدون أي إضافة فتبقى الإجابة sweep. sweep the floor. السؤال رقم 53 he always her bed. he مفرد فتبقى الإجابة makes. السؤال رقم 54 he never to school late. never برضه he هنا مفرد، والمفرد بنضيف له إيه؟ للفعل حرف الإس. السؤال رقم 55 بيقول لك إيه we always football at 7 on Friday فتبقى هنا we جمع، وهنا في ظرف تكرار يا مستر، فإذا الإجابة play we play football. السؤال رقم 56 every morning. مستر أنت لسه قايل لي دلوقتي إن كلمة every كلمة من الكلمات اللي بتدل على المضارع البسيط اللي هو بيتكون من I we you they والفعل في المصدر he و she و it وأي اسم مفرد، بختار الكلمة اللي آخرها حرف الإس. فهنا نقرأ السؤال بيقول لك إيه every morning أحمد ده مفرد ولا جمع؟ يا مستر أحمد ده مفرد، فهنختار الكلمة اللي آخرها حرف الإس فتبقى الإجابة drinks a cup of tea. السؤال رقم 57 بيقول لك إيه what time you leave for school every day. ماشي بكل بساطة خالص. هنا you جاب لي every day مضارع بسيط، you بقى تاخد do ولا does؟ مستر you في المضارع البسيط بتاخد do. شاطر. she often مش عايز أكمل English she ديت إيه مفرد، والمفرد هنضيف له في الآخر حرف إيه الإس studies. ممتاز. the sun الشمس a light. دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ الشمس بتدينا الضوء، فدي حقيقة يا مستر. فهنا الشمس مفرد ولا جمع؟ مفرد، والمفرد بنضيف له في الآخر حرف إيه؟ حرف الإس. السؤال رقم 60 بيقول لك إيه he visit you every day. he مفرد ولا لأ؟ مفرد. every day مضارع بسيط، والمفرد في المضارع البسيط بحب أسأل بإيه؟ does. السؤال رقم 61 it not snows in summer in Egypt. هنا بقى الجو يمطر تلج في الصيف في مصر؟ أكيد مستحيل يعني أبدا، فتبقى الإجابة إيه؟ never. السؤال رقم 62 what are am و is و are بيجي بعدهم الفيرب مضاف له يا شباب؟ بيضاف له ing. تعال أشرحها لك بسرعة. عندنا قاعدة اسمها المضارع المستمر بتتكون من am و is و are وبعدهم الفيرب مضاف له إيه؟ ing. am بتيجي مع I، is بتيجي مع he و she و it، are بتيجي مع you و we و they. ماشي. am و is و are بيجي بعدهم الفيرب مضاف له ing. في كلمات keywords أول ما أشوفها أعرف إن أنا في زمن المضارع المستمر. كلمة مثلا زي now، كلمة زي مثلا at the moment، كلمة زي listen، كلمة زي look وهكذا. ماشي. أول ما أشوف أي كلمة من الأربعة دولت اختار المضارع المستمر am is are ing. فهنا بيقول لك ايه what are. هنا are اهي، يبقى ايه الناقص بعدها ing، يبقى الاجابه اهي. what are برضو you now، برضو now يا مستر بتدل على المضارع المستمر. تمام. فاختار الكلمه اللي اخرها ing فتبقى الاجابه drawing. تمام يا شباب. نخش على اللي بعده I am. مش عايز اكمل am with are ing فتبقى الاجابه practicing. علي وطارق تمام aren't.
جايب لك إيه، جايب لك are، وإحنا قلنا am وis are بيجي بعدهم الverb مضاف له إيه ing. 66 we not football yesterday. yesterday يا شباب كلمة بتدل على الماضي، والماضي لو الفعل منتظم بيكون آخره إيدي، لو مش منتظم بيبقى التصريف التاني. يعني مثلا إيه هو التصريف التاني ده يا مستر؟ يعني مثلا دي بتحفظه بقى، التصريف التاني من go هو went، التصريف التاني مثلا من have و has هو had، وهكذا. وبنفي في الماضي بحاجة اسمها didn't لو في فعل، و didn't يجي بعدها الفعل فين في المصدر. فكلمة yesterday من الكلمات اللي بتدل على الماضي. طب ايه هي مصدر الكلمات اللي بتدل على الماضي؟ مثلا كلمة زي yesterday امبارح، last week، last month، last year اللي هو الأسبوع اللي فات، الشهر اللي فات، السنة اللي فاتت. أقول لك مثلا in وسنة في الماضي، in the past، وهكذا. دي كلها كلمات بتدل على ايه الماضي. وفي كلمة كمان اسمها ago بيجاب لها ايه مدة زمنية. فهنا we football yesterday، انت قلت لي يا مستر لو فعل منتظم بيكون اخره ايه اي دي، فتبقى الاجابة ايه بلايد في الماضي. You not listen to the teacher carefully. عايز اقول لك ان انت يجب عليك اللي انت تستمع للمدرس بحرص. يجب يعني ايه must، شاطر. وmust بيجي بعدها الفعل فين في المصدر. You not touch electrical wires. يجب عليك ان انت تلمس الاسلاك الكهربائية ولا لا يجب؟ لا يجب يا مستر، يبقى الاجابة mustn't. You not waste water while washing your hand. يجب عليك ولا لا يجب اللي انت تضيع او تهدر المية لما انت تغسل ايدك؟ لا يا مستر لا يجب، يبقى shouldn't. اسماء us every week. every week يا مستر كلمة من الكلمات اللي بتدل على المضارع البسيط. فاذا اسماء هنا مفرد، والمفرد بنضيف له في الاخر حرف ايه حرف الاس. every morning برضه نفس السؤال ده احنا حليناه من شوية. every morning مضارع بسيط، أحمد مفرد يبقى الإجابة drinks. did احنا قلنا did بيجي بعدها الفعل فين في المصدر يبقى go. where you go yesterday، الفعل المساعد يا شباب في الماضي هو did. السؤال رقم 74 when I went to Alexandria I not in a holiday flat. السؤال رقم 74 بيقول لك ايه when I went to Alexandria، لما انا كنت رحت الإكسندرية I ايه in a holiday flat، فيبقى ايه I slept عشان ماضي. my uncle his car last year كلمة بتدل على الماضي، والماضي لو الفعل منتظم بيكون آخره اي دي، لو مش منتظم بيبقى التصريف التاني. فأنا عايز أقول يشتري يعني ايه يشتري يعني باي، والماضي من باي bought. السؤال رقم 76 he not his friend last night. last night كلمة بتدل على الماضي، وأنا عايز أقول يقابل معناها meet، والماضي منها met. احفظ الكلام ده. they not the tomb of توت in 1920. فهنا in والسنة ماضية كلمة بتدل على الماضي، فإذا الماضي من find هي found. السؤال رقم 78 he learned about ancient Egyptians last year. برضو كلمة بتدل على الماضي، وبسأل بهل يبقى إيه did. look قلت لك look كلمة بتدل على المضارع مين؟ المضارع مستمر am is are ing زي جمع، فتبقى الإجابة are running. 80 she washing the dishes now. كلمة now مضارع مستمر على طول، she مفرد فتبقى الإجابة إيه is. look he is برضه نفس الحوار، am و is و are بيجي بعدهم الفيرب مضاف له ايه ing فتبقى lying. he is نفس الحوار ing. مريم is running. هنا بقى جاب لك ايه جاب لك is وجاب لك بعدها ايه كلمة اللي هي اخرها ing. فانا عايز ايه بقى عايز كلمة بتدل على المضارع المستمر. طبعا yesterday ماضي، ago ماضي، always ظرف تكرار، فتبقى الإجابة ايه at the moment. إيمان إيمان ديت مفرد، تبقى الإجابة إيه is. السؤال رقم 85 what not now. ركز بقى now دي كلمة بتدل على المضارع المستمر. مضارع مستمر am is are ing ماشي. فأنا عايز اللي فيها ing فتبقى إيه فتبقى الإجابة are you reading now. what are you reading now يعني أنت بتقرأ إيه دلوقتي. السؤال رقم 86 بيقول لك إيه my father
not for me I must go now واخد بالك أنت من now؟ هتبقى الإجابة إيه؟ هتبقى الإجابة C is waiting. والدي ده مفرد ياخد is وبعدها الverb نضاف له ing. آخر سؤال عندنا يا شباب وكده نكون خلصنا حوالي 87 سؤال، نصهم على الكلمات ونصهم على القواعد، وأتمنى أكون استفدتم يا رب. ولو استفدتم ووصلتم لحد هنا فإن شاء الله أكيد هتستفادوا يعني. تمام، واعملوا لايك وسبسكرايب للقناة واكتبوا تعليق كويس زيكم كده. يلا بينا نحل آخر سؤال ده. why you running؟ هنا جاب لك ايه الفيرب مضاف له اي ان جي، يبقى مين الشاطر اللي هيحله؟ يو. هتاخد از ولا ار؟ ممتازين ار. وكده يا شباب نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.